يومكم معطر بذكر الله. يا ترى رايحة فين كده يا نانسي؟ والله يا جماعة الطريق قدامكم، قولوا خمنوا بسرعة بسرعة. أنا رايحة فين كده يا نانسي؟ رايحة وسايبانا يا جماعة؟ بس ما أنا واخداكم معايا اهو، بس قولوا ما تهربوش من الإجابة. يا ترى إيه اللي أنا بتأمله ده؟ طريق إيه؟ أيوة، رايحة فين؟ في اسكندرية الصحراوي، رايحة اسكندرية نفسها. والحمد لله دخلنا أخيرا من بوابات اسكندرية. يا سلام على اسكندرية بقى وجو اسكندرية. تعالوا تعالوا اتفرجوا على الأبراج الجميلة في اسكندرية. دي بس نسبة بسيطة. اسكندرية مشهورة بأبراجها العالية ومبانيها الجميلة. بس أنا رايحة المعمورة، وخاصة فندق فيستيفال. يلا بقى عشان تعيشوا معايا الأجواء، وماشية معاكم لحظة بلحظة فلوج دخول اسكندرية. هو بصوا مش حارمكم من أي حاجة. هي دي الغرفة اللي احنا هنقيم فيها إن شاء الله الأيام اللي قاعدين فيها هنا. أنا جيت اسكندرية كتير قبل كده، خاصة منطقة سيدي بشر، وجيت المعمورة برضو قبل كده، بس ما قعدتش فيها بصراحة. كنت دايما بكون مقيمة في منطقة سيدي بشر، وهنا أول مرة أقيم في المعمورة. بجد تحفة، مدينة جميلة، وفعلا الجو كان رائع فوق الرائع بشوية كمان. وبعد ما الشنط طلعت وارتحنا شوية من الطريق، هننزل جولة في اسكندرية الجميلة. هتقولوا لي فين البحر؟ هقول لكم بكرة بقى ان شاء الله البحر. اوريكم بقى الاوت فيت كده. انا دايما بحب اخد معايا المصايف كل يوم اوت فيت مختلف عن اليوم اللي قبله، وكمان بحب اختار الوان تليق بجو المصيف. بحاول كمان انقي شنطة لكل اللطقم اللي انا هلبسها تكون بتليق معاهم. عايزاكم بقى تخمنوا يا ترى هنروح فين دلوقتي. اسكندرية، اذا ذكرت اسكندرية ذكر ايه؟ ذكر ايه؟ والله انا مش عارفة ذكر ايه ولا ايه ولا ايه. حاجات كتير جدا واماكن كتير جدا في اسكندرية، كلها بصراحة اجمل من بعض. واسكندرية كبيرة وجميلة جدا. هنا اجواء المعمورة بالليل، شايفين الاضاءات مدية جو تحفة. سبحان الله، في ضوء الشمس كان ليها شكل، وبالليل برضو شكل مختلف. الاتنين أحلى من بعض. طبعا أول حاجة المفروض إن احنا رايحين دلوقتي علشان نتغدى. تاكسيات في اسكندرية بقى بيكون لونها أصفر في أسود كده. احنا مش موجودة عندنا في بنها اللون ده، فده دليل إن احنا في اسكندرية. حدائق اسكندرية الجميلة. وده ايه يا ترى؟ ده من بره قصر المنتزه. قصر المنتزه من اجمل الاماكن اللي في اسكندرية، جيتها قبل كده بس من كام سنة. يا سلام بقى على جمال الحدائق جوه بقى، والورد والزرع رهيب في غاية الجمال. محتاج فيديوهات مش فيديو واحد بس عشان اوريكم مدى الجمال اللي فيه. انا معرفش ايه اللي جاب عربية السوزوكي اللي بتاعتنا في بنها هنا، بس هي ظهرت لي في الفيديو فسبتها. شايفين الباص يا جماعة اللي بدورين ده؟ يوميا لما كنا بنعدي واقف بيحمل من نفس المكان عند قصر المنتزه كده. ده بقى كورنيش اسكندرية. اسكندرية علشان كبيرة، التويوتا هي وسيلة المواصلات اللي بتكون فيها. شايفين الحنطور، وشايفين عربيات البطاطا وعربيات الترمس واللب والسوداني وحمص الشام. ولا الجو الجميل تحفة بجد. كورنيش اسكندرية رايق جدا، وده عشان احنا في شهر 9، لكن في شهر 8 و7 بتكون زحمة جدا. شايفين غزل البنات والناس على الكورنيش. الله عليكي يا اسكندرية. قولي بقى يا نانسي، يلا هتفضلي تتكلمي كده كتير ومش هتعرفينا موديانا معاكي فين؟ اعتقد لو اهل اسكندرية موجودين معانا دلوقتي في الفيديو هيعرفوا ان احنا داخلين على ايه. على شارع خالد بن الوليد، من اشهر الشوارع اللي موجودة في اسكندرية شارع خالد بن الوليد. طيب عمالة تورينا كده الكورنيش، ما وريتناش البحر، ودي حاجة تفوتني. ادي البحر بالليل على ضوء القمر واضواء المدينة والمراكب. الله على الجمال. وهو ده بقى شارع خالد بن الوليد، شارع كبير مليان كله محلات مطاعم وملابس وحلويات وكل حاجة جميلة. هو ده شارع خالد بن الوليد، والناحية التانية البحر. دلوقتي بقى لازم ناكل. أنا بحب لما باجي اسكندرية آكل الفطير الشرقي، وخاصة فطيرة تشيكن كيري كريمي. والله أي حاجة فيها تشيكن وأجبان فأنا أعشقها. قطمة منها بتوديني أنا شخصيا لعالم تاني. الله، تسلم إيديهم بجد.
قررت بقى كمان افرجكم معايا على بلح البحر والجندفلي وبقية العيلة الكريمة بتاعتهم وام الخلول كمان. هي دي ام الخلول. يلا بقى اجرب معاكم بلح البحر لاول مرة بصراحة هجربه. عصرة ليمونة بقى كده وبسم الله ويلا ندوق. انا دقت النوع المستوي منه بصراحة طلع تحفة، طعم الكابوريا بالظبط، والناس كمان كانت بتشكر في جماله. والشكل ده برضو طعمه تحفة، ام الخلول بس على اكبر شوية، وانا من عشاق ام الخلول. ايوه هي دي ام الخلول، انا شفتوني وانا فرحانة بيها. جميل جدا. ادينا تعرفنا على بعض انواع اصداف البحر. بس كده النهاردة كان يومنا هنا بقى، واحنا راجعين رجعنا بقى علشان ننام ونرتاح، علشان ان شاء الله نستعد بكرة. رايحين فين؟ هتروحوا معايا فين؟ البحر بأمر الله. وبعد ما انتهى الليل وفي صباح يوم جديد هنروح البحر. هتروحي البحر يا نانسي؟ خلاص ايوه هنروح البحر خلاص، وده تاني يوم. بسم الله، عشان احنا هنروح الشط بأي طريقة دلوقتي. وانا بقى عمالة افكر يلا بقى باقي كام دقيقة. 5 4 3 2 1. خلاص بقى مش عايزين نشوف المباني بقى، عايزين نشوف البحر. وصلنا للشط يا جماعة أخيرا. أيوة خطوتين ونبقى في البحر. بجد يا نانسي خلاص وصلنا. أيوة خلاص البحر هناك اهو يا جماعة، والله العظيم 3 وصلنا فعلا للبحر. يا سلام على البحر. وها قد أتينا إليك أيها البحر. ياه، وأخيرا ووصلنا البحر. سامعين صوت البحر؟ سامعين صوت البحر اهو. ايوه احنا وصلنا البحر. سامعين اللي انا سامعاه؟ ويميت أهلا ببحر اسكندرية وجمال بحر اسكندرية. وبعد ما طلعنا من البحر قلت استحالة أحرمكم من جمال الغروب في البحر وجمال السحب اللي عاملة أكنها جبال من التلج. سبحان الله، سبحان إبداع الله في خلقه. وده كان أول جزء من فلوجات رحلة اسكندرية. عشان ما طولش عليكم الفيديو انتظروا الأجزاء اللي جاية، وكالعادة لازم في أي رحلة ناخد صور للذكرى. هسيبكم دلوقتي في أمان الله، مع ألف سلامة في فيديوهات جديدة.